بسم الله الرحمن الرحيم. والنهارده هنعمل لكم طاجن المكرونه باللحمه المفرومه زي اللي بنشتريه في محلات الكشري بره، بس ده طبعا في البيت بيبقى افضل وانضف وكده، وبتعمل الكميه اللي انت عايزاها وكده، بيبقى طعمه كمان لذيذ يعني. دلوقتي المقادير بتاعته لحمه مفرومه طبعا حسب الكميه اللي انت هتعملوه، مكرونه لام، طماطم، عصير طماطم، بس الطماطم واخده غاليه يتغلت، وتحط التوابل بتاعتها يا جماعه وكده. هنحط دلوقتي هنحط اللحمه المفرومه في المتعصجه طبعا في الطاجن من تحت. طبعا كل واحد حسب الكميه يعني، بس يعني الطماطم المكرونه هنا بتزيد وكده. هنا دلوقتي عملنا اللي حطينا هنا اللحمه المفرومه، وهنجيب المكرونه هنحطها كده، بس هنضغط عليها يا جماعه، بس لو العدد عشان بس يعني ما يبقاش العدد الكيلو، يعني الطاجن مثلا لو هنعمل كيلو الا ربع ممكن يكفي كويس عدد الافراد، يا اما حد يجرب إن نعمل قد ايه كميه بحيث ان ما يعملش كتير ويفيض، لانه في التسخين بيبقاش حلو لما بيرجع يتسخن تاني. بتبقى المكرونه يعني زي ماسكه طبعا في بعضها، فمبقاش حلوه. هي احلى حاجه ليها تتاكل وهي سخنه في ساعتها، يعني الكميه على قد الاكل بالظبط. احنا هنا حطينا يعني تقريبا كيلو الا ربع مكرونه، وعندنا عصير الطماطم طبعا اتغلى يا جماعه سخن، وخد التوابل بتاعته الملح والفلفل والشطه وكده. اللي عايز يضيف اضافات تانية ده هو حر. ونحط الطماطم كده، عصير الطماطم، ونكون طبعا مسخنين الفرن، لا هي عامه بتاخد نص ساعه في الفرن، 5 دقايق في الفرن من تحت، وبقيت تلت ساعه في الفرن في الرف اللي في النص، بحيث ان هو ما تتحرقش اولا من تحت، وتاني حاجه تستوي بطريقه كويسه. ويا ريت الطاجن لو في غطا ليه او ورق فويل، ولو محطوط في صينيه برده نفس الحكايه، يعني هو ممكن يتعمل في صينيه او في الطاجن يتغطى، لازم يتغطى. هنا هو ما يضغطش على المكرونه، انا زي ما انتم شايفين كده دوب بس تغطي الطماطم او الصلصه بتاعتها، بتكون سخنه متبله، بتغطي بس يا دوب وش المكرونه، وبعد كده هنحطه في الفرن ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. وده طاجن المكرونه باللحمه المفرومه بعد ما طلع من الفرن لحظات، وهنقلبه ونوريه لكم. ورجعنا لكم تاني، وادي طاجن المكرونه بعد ما اتقلب يا جماعه. طبعا هو سخن. ده ممكن تاكل بقى مع كفته، بيتاكل لوحده حسب الفراخ، اي حاجه، حسب ما حد، كل واحد ما هو عايز. الطاجن ده يا جماعه كل توابل فيه في الصلصه، وانا في الطماطم بتاعته، وانا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، وما بياخدش اكتر من نص ساعه في الفرن، يعني 5 دقايق في الفرن من تحت، وبقيه الوقت في الفرن من فوق. لو عجبكم الفيديو لايك وشير سبسكرايب.